قبل لا أبدأ السالفة، خلني أقول لك شي واضح. اللي بتسمعه مو فيلم ولا خيال، هذه أحداث صارت فعلياً، والهدف منها إنك تشوف الصورة كاملة بدون ما تنحاز لأحد. يعني خلك مركز، لأنه اللي قدامك مو حكاية بسيطة، هذه قصة تفاصيلها صغيرة بس نتيجتها كانت كبيرة بشكل ما يتخيله عقل. القصة تصير في منطقة زراعية هادية، بيوت متقاربة وأراضي مفتوحة على مد البصر. سنة 2016 تحديداً، كان في واحد اسمه محمد، عمره قريب من منتصف الثلاثينات، رجال معروف بين أهل دايرته إنه يعتمد عليه، يشتغل بإيده، يقوم الفجر، يروح أرضه ويرجع المغرب وهو تعبان لكن راضي. عنده بيت مبني وجاهز وأرض باسمه وكل شي ماشي بنظام، بس كان دايم يقول حق رفيجه إنه ناقصه شي واحد بس عشان يكتمل المشهد. في يوم من الأيام وهو قاعد عند باب بيته بعد ما خلص شغله، مرت بنت من نفس الحي اسمها ولاء. تعرفها الناس بهدوءها، ما ترفع صوتها، تمشي بخطوات ثابتة وتتكلم. باختصار، محمد يوم شافها ما طول التفكير، قال كلمتين حق نفسه بس. بعدها قام على طول، راح بيت أهلها بدون مقدمات كثيرة ودخل عليهم وقال إنه جاي يطلب يد بنتهم. أهلها استغربوا السرعة، لكن جلسوا وتكلموا بهدوء، والبنت نفسها كانت موجودة وسألوها قدامهم، فقالت كلام بسيط وواضح إنها ما عندها مانع. الموضوع كان سريع، ما في لف ودوران، وكأن القرار كان جاهز قبل لا أحد يتكلم. بعدها كتبوا الكتاب والحياة بدأت تمشي رسمي بينهم. محمد رجع لروتينه في الأرض، ولا استقرت في البيت، تنظم، تطبخ وترتب، والكل من برا يشوف إنه الأمور مستقرة وما فيها شي. لكن محمد مع الأيام بدأ يلاحظ تفاصيل صغيرة ما كانت موجودة قبل، مو شي واضح بس إشارات. مرة وهو قاعد مع رفيجه القديم جمعه اللي يشتغل حداد ويساعده بالمزرعة وقت الحاجة، قال له محمد وهو يصب الشاي: يا جمعه، ترى أنا مو مرتاح، أحس البيت بيتي بس بنفس الوقت أحس إني ضيف. زوجتي موجودة تسوي كل شيء، بس مرات أحس إني مو فاهم شنو يدور براسها. جمعه سكت شوي، بعدين قال: يمكن أنت مكبر الموضوع، يمكن هي بس طبيعتها جذي. محمد هز راسه وقال: لا، الموضوع مو بس طبيعة، في لحظات تحسها قريبة ولحظات تانية كأني ما أعرفها، كأنها شخصين في واحد. جمعه ما علق زيادة، لكن من ذاك اليوم الفكرة ثبتت في باله. مرت الأيام وجابوا طفلهم الأول، والناس باركت وقالوا بيتهم الله يزيده خير. وبعدها بمدة قصيرة جاهم طفل تاني، والحياة من برا شكلها طبيعي جداً، صوت عيال، شغل، جيران يزورون، وكل شي ظاهر إنه تمام. لكن داخل البيت كان في صمت غريب أحياناً، صمت مو مريح. محمد لاحظ إن ولاء تتعامل معاه بأسلوب ثابت، ما ترفع صوتها، ما تعاند، تجاوب بسرعة، بس بنفس الوقت عيونها مرات تركز فيه بطريقة طويلة، كأنها تراقب ردة فعله قبل لا يرد، ومرات ثانية تتجنب النظر المباشر، كأنها تحسب حساب لكل كلمة تقولها. في ليلة من الليالي بعد ما رجع من الأرض، جلس عندها وقال: ولاء، أنا أبي أسأل سؤال، بس أبي جواب واضح. قالت بهدوء وهي ترتب شي على الطاولة: تفضل. قال: أنت شنو تبين بالضبط؟ كل شي مسويه صح، بس أحس في شي ناقص أو مخفي. رفعت راسها وقالت بابتسامة خفيفة: اللي أبيه واضح، بس يمكن أنت مو شايفه. رد عليها بسرعة: وضحي لي. سكتت لحظة وبعدين قالت: الوضوح يبين لما الواحد يهدأ. الكلام كان بسيط، لكن محمد حس إنه مو جواب مباشر، وكان وده يفهم أكثر. لذلك قرر يستعين بجمعه مرة ثانية وقال له: تعال بيتنا اليوم نقعد سوا، يمكن لما تكون موجود الأمور تتوضح. جمعه وافق،
وجاهم العصر، أول مرة يقعد وجهاً لوجه مع ولاء بهالطريقة. جلسوا الثلاثة بالصالة، الكلام كان عن الزرع والجو والأولاد، لكن جمعه كان يراقب بهدوء، يسمع أكثر مما يتكلم. ولاء كانت ترد على الأسئلة بثقة، كلماتها مرتبة، ما تتلخبط، وكل جملة محسوبة. حتى لو الموضوع بسيط تعطيه صيغة واضحة، كأنها متعودة تكون دايم صاحبة القرار في الكلام، مو بس مستمعة. بعد ما انتهت الزيارة، جمعه قام يستأذن وقال: الله يحييكم، بيتكم منور. ولاء ردت: حياك الله بأي وقت. لكن لما طلع، جمعه وهو يمشي في الطريق قال لنفسه: في شي مو طبيعي، بس مو قادر أحدده. من ذاك اليوم العلاقة داخل البيت دخلت مرحلة جديدة، مو مشاكل صريحة ولا خلاف واضح، لكن أسئلة قاعدة تكبر بصمت. وكل ما مر الوقت كان محمد يحاول يفهم أكثر، بينما ولاء تبقى على نفس الهدوء، وكأنها تمشي بخطة محددة من غير ما تبين تفاصيلها. بعد الزيارة الأولى، الموضوع ما عاد مجرد جلسة عابرة، صار في نمط جديد داخل البيت، حضور ثابت ودخول وخروج محسوب، وكأن في جدول غير معلن يحدد مين يكون موجود ومتى. جمعه ما عاد يجي كصاحب مار، صار يدخل كأنه يعرف تفاصيل المكان أكثر من اللازم، يقعد، ياكل، يتكلم، وأحياناً يكون كلامه مع ولاء أطول من كلامه مع محمد نفسه. كل مرة يوقف عند الباب كان في نفس الأسلوب، سلام سريع، نظرة ثابتة، كأن بينه وبين المكان اتفاق صامت. في البداية محمد ما عطى الموضوع حجم كبير، لكن مع الوقت لاحظ إنه وجود جمعه مو بس زيارة، صار عنصر يومي. حتى أيام ما يكون فيها سبب واضح للزيارة تلقاه موجود، بحجة بسيطة، شغل أرض، مساعدة، أو حتى قعدة قصيرة، لكن القعدة كانت تطول والكلام كان يدور حول أشياء عادية، إلا إنه اتجاه الحديث غالباً يميل ناحية ولاء، وهي بدورها كانت تتعامل معاه بنفس الهدوء، ما ترفع صوتها، ما تبين انزعاج، ترد بجمل قصيرة لكنها دقيقة، وكأن كل كلمة محسوبة قبل ما تطلع. ومع التكرار، العلاقة بين جمع وولاء بدأت تتغير من مجرد احتكاك يومي إلى تواصل مستمر. مكالمات صارت، بعدين رسائل، وبعدين لقاءات قصيرة تصير لما محمد يكون برا البيت، وكل شي يتم في أوقات محسوبة، ما في جيران ينتبهون، ما في صوت مرتفع ولا موقف يلفت النظر. الأمور كانت تمشي بسلاسة، لكن داخل نفس جمعه بدأ شي يتغير. الإعجاب تحول لتعلق، والتعلق بدأ يتحول لغيرة واضحة. في مرة وهو جالس مع ولاء لوحدهم، بعد ما محمد طلع يخلص شغله، قال لها مباشرة بدون مقدمات: أنا ما أقدر أستمر بهالوضع، كل ما أشوفه وأشوفك أحس إني داخل مكان مو مكاني. ردت عليه بهدوء: وإنت شايف شنو الحل؟ قال: لازم يطلع من الصورة، أنا ما أتحمل وجوده بيننا. سكتت لحظة، بعدين قالت بجملة قصيرة لكنها غيرت مسار كل شيء: تمام، بس القرار يكون منك أنت. جمعه استغرب وقال: يعني شنو؟ قالت: أنا ما أبي أعرف تفاصيل، ولا متى ولا شلون. إذا بتسوي شي خله يطلع منك أنت، وأنا ما لي علاقة بالطريقة. الجملة هذه خلت جمعه يحس إنه هو اللي يقود، لكنه ما كان يدري إنه في نفس اللحظة كان يتم دفعه خطوة خطوة باتجاه طريق هو اللي يعتقد إنه اختاره. وفي الوقت نفسه ولاء بدأت تتحرك على جبهة ثانية، كانت تكرر قدام الناس كلام محسوب، تقول لجاراتها وأهل المنطقة إنه محمد تغير وصار يتكلم عن مكاسب سريعة، وإنه قابل ناس غريبة، وإنه مهتم بشغل ما هو مضمون. كانت تحكي بهدوء وبنبرة قلق، وتختم كلامها دايم بجملة: أنا خايفة عليه، بس هو ما يسمع كلام أحد. الكلام بدأ ينتشر، مو كإشاعة عشوائية، لكن كصورة تتشكل تدريجياً، وكل ما أحد يسألها كانت تجاوب بنفس الثبات، كأنها تزرع فكرة بشكل غير مباشر، لحد ما صارت عند الناس قاعدة ذهنية إنه محمد ممكن يكون داخل في شي مشبوه.
بعد فترة جمعه رجع عند ولاء وقال: لقيت شخص يقول إنه يقدر يدلنا على موقع فيه شي مدفون في أرض محمد. ردت بدون اندفاع: وش قال بالضبط؟ قال إن في دفنة ثقيلة، ولو طلعناها ممكن نربح مبلغ كبير. سألته: وإنت صدقته؟ قال لي الموضوع مضمون. هنا أعطته ولاء الفكرة بشكل مبطن. قالت: إذا أنت شايف إنها فرصة، بس اشتغل بحذر، لا أحد يدري، وخلي الموضوع بينك وبينه. من اليوم اللي بعده جمعه بدأ يحفر في نقطة محددة داخل أرض محمد. كل يوم ينزل ساعات، يحفر ببطء، يردم، يرجع يكمل، وكأن الأرض صارت مشروع سري. محمد كان يشوف الجهد ويظن إنها خطوة استثمارية. ما كان يتخيل إن الحفر يتحول تدريجياً إلى عمق غير طبيعي. ومع مرور الأيام الحفرة كبرت، وعمقها وصل إلى مستوى كبير لدرجة إنها صارت تحتاج حذر عند الاقتراب منها. وفي صباح يوم محدد محمد نزل للأرض مبكر، وكان مزاجه طبيعي. ولما وصل للحفرة قال مبتسم: اليوم لازم ننزل أكثر، يمكن نلقى شيء. جمعه وقف قدامه وسأله: مستعد تنزل؟ محمد ضحك وقال: إذا في كنز تحت أنا أول واحد ينزل. ثواني بعدها جمعه سحب سيخ حديد كان مخبيه خلف التراب، وبدون أي نقاش وجه الضربة الأولى لظهر محمد، اللي التف فجأة وقال: إيش تسوي؟ لكن الرد كان ضربة تانية وثالثة لحد ما محمد فقد توازنه. حاول يصرخ لكن ما قدر. جمعه قيده بسرعة بحبل كان مجهزه مسبقاً، وسحبه باتجاه الحفرة وبقوة رماه داخلها. وبعدين بدأ يردم التراب فوقه بطريقة منظمة، كأنه ينفذ عملية مدروسة، مو لحظة غضب. بعد ما خلص وقف لحظة يتأكد إنه ما في أحد قد قريب، نظف يده وسوى الأرض بشكل يخفي أي أثر واضح، ومشى بهدوء. مر يوم، يومين، 3، محمد ما رجع. ما في اتصال، ما في خبر. لكن الغريب إنه ولاء ما كانت تبين انهيار أو ارتباك، كانت تتحرك طبيعي. لحد اليوم الرابع راحت بيت أهل محمد وقالت لهم بهدوء: محمد من الصبح طلع وقال إنه بيقابل ناس بخصوص شغل أرض، ومن بعدها تليفونه مغلق. قبل ما يكملون السؤال رن الهاتف في البيت، والرقم كان رقم محمد. الكل توتر، ولما ردوا جاء صوت رجولي غريب من الطرف الثاني وقال: محمد عندنا. سكتوا لحظة، الصوت أكمل: هو تورط في شغل غير قانوني وحنا محتجزينه، وإذا تبون يرجع المطلوب مبلغ كبير خلال وقت محدد. البيت كله تغيرت ملامحه في لحظة، لأنه الصورة اللي انرسمت فجأة كانت إنه ما مجرد اختفاء، بل قضية خطف مرتبطة بتجارة مشبوهة. والأسئلة بدأت تتراكم بسرعة: منو هالناس؟ وين مكانه؟ وكيف صار الموضوع بهالشكل؟ وليش المبلغ ضخم؟ بعد المكالمة الأولى ما خلصت السالفة، بس بعد كم ساعة رجع نفس الرقم يتصل مرة ثانية، نفس اللهجة، نفس النبرة، ونفس المطالب، وكأن السيناريو يعاد بدون أي تغيير. الناس اللي كانت موجودة حوالين ولاء توقعوا إنها تنهار أو تروح مباشرة لأي جهة رسمية، لكن هي رفعت يدها بهدوء وقالت: لحظة، خلونا نفكر بعقل. واحد من أهل محمد قال: يعني شنو نفكر؟ هذا خطف. ردت عليه بسرعة محسوبة: لو نبلغ الحين، وإذا كان محمد فعلاً متورط بشي غير قانوني، ممكن ينمسك هو أول قبل لا يوصلونه لنا، وبهالحالة نخسره مرتين. الجملة كانت كافية تخلي الكل يسكت، مو لأنهم اقتنعوا بالكامل، لكن لأنه الطرح كان منطقي. وفي ظرف ضغط الناس تميل لأي حل يعطيهم إحساس إنهم قاعدين يتحكمون بالوضع حتى لو جزئياً. الوقت مر، أسبوع كامل، ومحمد ما له أي أثر، لا تواصل، لا ظهور. والمكالمات الغريبة اختفت فجأة مثل ما بدأت، والبيت صار فيه حركة استفسار يومية من الجيران والأقارب، وكل واحد عنده نظرية، لكن ما كان فيه دليل واضح يمشي عليه أحد. في النهاية
أحد من العائلة قرر يروح للجهات المختصة ويقدم بلاغ رسمي عن اختفاء محمد. وتم تسجيل كل البيانات، آخر مكان شوهد فيه، تفاصيل المكالمات وأقوال الموجودين. بعدها بدأت الإجراءات الرسمية، وتم طلب تقرير شامل من شركة الاتصالات عن نشاط الرقم بعد تاريخ الاختفاء. النتائج اللي وصلت كانت مفاجئة، لأن بعد اختفاء محمد بساعات تم تسجيل مكالمتين من نفس الرقم، واحدة كانت من منطقة بعيدة والثانية من محافظة مختلفة. لكن اللي شد انتباه المحققين أكثر هو مكالمة قصيرة جداً صارت قبلهم، مدتها ثواني معدودة، وكانت صادرة من رقم مسجل باسم جمعه. هنا الملف تغير مساره بالكامل، لأنه السؤال صار: من هو جمعه فعلياً؟ وش علاقته الحقيقية بمحمد؟ وليش رقمه مرتبط بالتحركات الأخيرة؟ بدأت الجهات المختصة بجمع معلومات إضافية، وتم فحص تحركات الرقم، والمراقبة الميدانية دخلت حيز التنفيذ، وتم التحقق من كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة. بعد فترة رصد، كاميرا في محطة وقود التقطت صورة لرجل يشبه جمعه، وتم مطابقة البيانات. بعد التأكد صدرت أوامر ضبط وإحضار. تم القبض عليه بطريقة مفاجئة، وأول ما دخل التحقيق كان واضح إنه مو مرتاح. أسئلته كانت مباشرة: وين محمد؟ جاوب الضابط: أنت اللي نبي نعرف منك. في البداية حاول ينكر أي علاقة وقال: أنا مالي شغل وما أعرف عنه شيء. لكن المواجهة كانت مبنية على أرقام ومكالمات وتحليل بيانات، مو على كلام فقط. ومع ضغط الأدلة الرقمية بدأ التناقض يبان في روايته. أحد الضباط قال له: رقمك مسجل بمكالمة قبل الاختفاء مباشرة، تقدر تشرح لنا ليش؟ سكت لحظات وبعدها قال بصوت منخفض: كنت معاه، لكن ما كان قصدي يوصل الموضوع لهالنقطة. المحققين ركزوا على التفاصيل وطلبوا تحديد المكان. بعد تردد وافق يرشدهم لموقع في الأرض الزراعية نفسها اللي كان يشتغل فيها محمد. وصلوا للموقع وتم تحديد نقطة الحفر بناء على كلامه، وبدأت عملية استخراج رسمية بحضور فريق الأدلة الجنائية. وبعد ساعات من العمل الدقيق ظهرت بقايا بشرية متوافقة مع بلاغ الاختفاء، وتم توثيق الموقع بالكامل وفحص طريقة الربط وآثار الضرب، وكل المعطيات كانت متطابقة مع الاعتراف. بناء على النتائج تم تحويل القضية من بلاغ اختفاء إلى قضية قتل عمد مرتبطة بتخطيط مسبق، وتم تثبيت التهم على جمعه بعد توثيق الاعتراف والمطابقة الجنائية. بعدها مباشرة انتقلت الإجراءات للبحث في الدائرة الثانية من الأشخاص المرتبطين بالقضية، وتم استدعاء ولاء للتحقيق. وصلت للمقر الأمني بهدوء بدون مقاومة، وجلست أمام المحققين وسألوها: متى آخر مرة شفتي زوجك؟ ردت: يوم ما طلع من البيت وقال إنه عنده مقابلة شغل. سألها الضابط: كنتي تعرفين إنه ميت قبل لا نبلغك؟ قالت بثبات: لا، أنا مثل ما قالوا لي في المكالمة كنت فاكرة إنه مخطوف. المحقق قاطعها وقال: وعلاقتك بجمعه؟ سكتت لحظة وبعدين قالت: صحيح كانت بيني وبينه علاقة، وأعترف بهالشي، لكن ما أعطيته أمر يقتل، وما كنت أعرف إنه بيصير جدي. التحقيق ما اعتمد على الأقوال فقط، بل تم مطابقة أقوال جمعه مع نتائج المعمل الجنائي، وتم التأكد من تطابق الحبل المستخدم وموقع الجثة وأثر الضرب، وكلها دعمت مسار القضية. الأدلة الفنية أكدت أن الجريمة تمت في نفس الموقع، وأن الحفرة اللي تم ذكرها سابقاً كانت معدة مسبقاً، وتم التحقق من عمقها وإجراءات الردم ما ترك مجال للشك أن الموضوع كان عشوائي. بهالمرحلة الملف تحول بالكامل وصار تحت تصنيف جريمة مدروسة، وتم فصل أدوار المتهمين بناء على الأدلة، والتحقيق استمر لتحديد التسلسل الزمني بدقة،
من أول مكالمة إلى لحظة الدفن، وكل خطوة كانت توثق في سجل رسمي. وهنا بدأت الصورة الحقيقية تتوضح قدام الجهات المختصة، بعيد عن الانطباعات وقريب من الأدلة اللي ما تقدر تتغير. لما وصل تقرير الطب الشرعي، مسار القضية تغير جذرياً، لأنه النتيجة ما كانت متوقعة. الفحص أثبت أن الوفاة ما صارت بسبب ضرب مباشر أو نزيف حاد، لكن السبب الحقيقي كان توقف التنفس نتيجة الضغط والتراب بعد الدفن. يعني الضحية كان لسه على قيد الحياة وقت ما انحط تحت الأرض. وبهالمعلومة تحديداً تحولت كل التفاصيل من حادث اعتداء إلى عملية قتل واضحة المعالم. المحققين بعد هالنتيجة فتحوا ملف ولاء مرة تانية، فتشوا جهازها، راجعوا الرسائل، سجلوا المكالمات، دققوا في أي تواصل ممكن يربطها بوقت الجريمة، لكن ما لقوا تسجيل صريح أو أمر مباشر. كل شيء كان عبارة عن محادثات عادية ظاهرها ما في دليل قانوني مباشر. وبهالوقت القضية كانت قاعدة تبني نفسها على الأدلة الفنية مو على الكلام. بعد شهور من الإجراءات تم تحويل الملف للمحكمة، وكل طرف دخل القاعة عنده روايته الخاصة. جمعه كان واضح عليه الإرهاق، ملامحه متغيرة وكأنه كان شايل الحمل لحاله. أما ولاء فدخلت بهدوء كامل بدون ارتباك ظاهر، جلست في مكانها تتابع الإجراءات بعين ثابتة. بدأت الجلسة، القاضي فتح الملف وسأل جمعه: هل عندك أقوال جديدة قبل ما نبدأ بمناقشة الأدلة؟ جمعه تنهد وقال: أنا اللي نفذت، بس ما كنت لحالي. رفع القاضي رأسه وسأله: تقصد منه؟ رد: ولا. كانت تلمح لي كل يوم، كانت تقول لي إنه الموضوع لازم ينتهي وإنها ما تبي تسأل عن التفاصيل. المحامي تدخل فوراً وقال: هل عندك دليل مكتوب، تسجيل، رسالة، أي شيء يثبت كلامك؟ جمعه سكت وبص ناحية ولاء وكأنه ينتظرها تدعمه، لكنها كانت قاعدة بدون أي رد فعل. سأله القاضي: في اعترافك قلت إنها وعدتك بشي؟ قالت لي إنها راح تخدره قبل التنفيذ عشان تسهل علي. المحامي رجع فتح تقرير الطب الشرعي وقال: التقارير تؤكد إنه ما في أي أثر لمواد مخدرة في الجسم، هل عندك تفسير؟ هنا جمعه بدأ يتلخبط، كلامه صار متقطع وكل تناقض كان يبان قدام القاعة، لأنه الأدلة العلمية كانت ثابتة وما تسمح بتأويل ثاني. القاضي سأل ولاء مباشرة: هل كنت على علم بخطة القتل؟ ردت بهدوء: أنا اعترفت بعلاقة غير قانونية مع المتهم، لكن ما طلبت منه يقتل وما كنت أعرف إنه ناوي ينفذ جريمة. بالنسبة لي كنت أظن إنه تورط في موضوع اختفاء مثل ما قالوا لي. القاضي راجع كل التقارير مرة ثانية، من الأدلة الجنائية إلى الإفادات، وبعد مداولات طويلة تم النطق بالحكم. جمعة ثبتت عليه تهمة القتل العمد بعد الاعتراف وتطابق الأدلة المادية، وتم إصدار العقوبة القصوى وفق النظام القضائي. أما ولاء فصدر الحكم ببراءتها لعدم وجود دليل مباشر يثبت مشاركتها في التنفيذ أو إصدار أمر صريح. وبهاللحظة انقسمت القاعة، في ناس صدمت، في ناس تأثرت، وفي ناس التزمت الصمت التام. بعد الجلسة أحد المختصين في التحليل السلوكي علق على الملف وقال: نحن ما قدام حالة اعتراف عاطفي ولا شريك مباشر مثبت، نحن أمام شخص استطاع إدارة السرد بالكامل بدون ما يترك أثر قانوني واضح. وأوضح إنه أسلوبها كان قائم على الامتناع عن التصريح المباشر واستخدام التلميح بدل الأمر، وترك مساحة للآخرين عشان يتخذون القرار بأنفسهم، وهالأسلوب يخلي المسؤولية القانونية تقع على الفاعل المباشر. وأضاف:
في بعض الشخصيات ما تحتاج تقول افعل، يكفي إنها تقول أنا مالي علاقة. من الناحية الاجتماعية، الملف كشف إنه البيئة حولهم ساهمت في تضخيم فكرة معينة، وإن سرعة انتشار الشكوك حول محمد ساعدت في تغيير اتجاه التحقيق بالبداية، لكن الأدلة المادية هي اللي حسمت المسار في النهاية. ولاء بعد الحكم طلعت من القاعة بنفس الهدوء اللي دخلت فيه، ما علقت، ما طلبت توضيح، وما التفتت للخلف، وكأن مرحلة انتهت ومرحلة ثانية بدأت. القضية انقفلت رسمياً، لكن النقاش ما انتهى، لأنه الناس كانت تتساءل عن نقطة واحدة: شلون شخص واحد يقدر يحرك أكثر من طرف بدون ما يترك دليل مباشر؟ التحقيق قال كلمته والمحكمة قالت حكمها، لكن الأسئلة المجتمعية استمرت، والملف بقى مثال يدرس في كيفية اختلاف الرواية عن الدليل. وبكذا انتهت الأحداث داخل الإطار القانوني، لكن أثرها بقى مفتوح للنقاش.